لو انت راجل معدي ال30 ومش بتروح الجيم، انت بتعمل اكبر غلطة في حياتك. انا عندي 39 سنة، وبالنسبة لي الجيم والرياضة من الحاجات الاساسية جدا في حياتي، بالذات بعد سن ال30. ولما بتجمع مع صحابي اللي هم في سني او اكبر مني بشوية، دايما بتسأل السؤال ده: هو انت يا احمد ليه بتتمرن لحد دلوقتي؟ ما تريح بقى. ردي ان اي راجل بعد ال30 لازم يروح الجيم لاربع اسباب مهمة جدا. رقم واحد: الحفاظ على الكتلة العضلية. بعد سن ال30 انت ممكن كل سنة تخسر من 3 ل 5% من كتلتك العضلية لو مش بتتمرن، وده لما تكبر هيخلي الحركة بتاعتك والمهمات الأساسية في يومك أصعب بكتير. رقم اتنين: الصحة والوقاية من الأمراض المزمنة. التمرين بيحميك من الأمراض المزمنة زي السكر والقلب، وبيخلي صحتك أحسن على المدى الطويل. رقم ثلاثة: بيحافظ على معدل التستوستيرون. بعد ال30 التستوستيرون اللي هو هرمون الذكورة بيقل تقريبا كل سنة 1%، وده ممكن على المدى الطويل يعمل مشاكل صحية كتير. التمرين بيرفع التستوستيرون وبيحافظ على مستواه، فتفضل على طول وحش. رقم أربعة وأهم سبب: إنك تبقى قدوة لعيلتك وأولادك. لو عندك عيلة، وجودك وسطهم كشخص صحي ورياضي هيخليهم يقلدوك ويفتخروا بيك ويطلعوا رياضيين زيك. وفي الآخر لازم تفهم إن الجيم والتمرين بعد ال30 مش رفاهية، ده لازم عشان تعيش حياة أحسن وتبقى شخص أنجح. وصلت؟ سلام.